السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد أصدقائي التلاميذ والتلميذات. كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه تواريخ العطل المتبقية خلال سنة 2023. هذا الفيديو اللي جا بسبب الأسئلة ديال بزاف التلاميذ حول العطل المتبقية خلال السنة الحالية. باش ما نطولش عليكم الفيديو ندخلوا في التفاصيل. الجواب كاين خلال الخبر الرسمي من عند وزارة التربية الوطنية والتعليم. فكما كتشوفوا معايا فاش كنمشيو للائحة العطل فكنلقاو أنه بقاو لكم 4 ديال العطل. هذا حسب ما جاء في لائحة العطل الرسمية من وزارة التربية الوطنية. كما كتشوفوا عطلة عيد الشغل كتكون فيها يوم واحد، يوم فاتح ماي، كتبعها عطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 2 شوال، كيكون فيها من 3 أيام حتى 4 أيام. كتبع العطلة الثالثة اللي هي العطلة البينية الرابعة، كتنطلق يوم الأحد 30 أبريل وكتسالي يوم الأحد 7 ماي، فيها 8 أيام. كتبعها العطلة الأخيرة هي عيد الأضحى المبارك، فيها 4 أيام من 8 إلى 11 ذو الحجة. الشي اللي كاين أصدقائي التلاميذ والتلميذات، حاولوا ما أمكن تبارطاجيو هذا الفيديو مع الجميع باش كلشي يستافد ويحاول يوجد من دابا ويخطط اشنو غيدير في العطلة ان شاء الله. وما تنساوش تخليو اعجاب وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. غتلقاو الروابط في الديسكريبسيون في الاسفل. الى اللقاء، مع تحيات بروفيل.